لو عاشوا حياتنا هيحكموا بالعدل. ليه الحكومة بتصدر قوانين مش بتعبر عن احتياجاتنا؟ ليه مجلس النواب ما بيمثلش معاناتنا؟ ليه النظام مش حاسس بينا؟ عشان ببساطة هم مش عايشين حياتنا، لا نفس البيوت ولا نفس الأكل ولا نفس المواصلات ولا نفس التعليم ولا حتى نفس المستشفيات. احنا بالنسبة لهم صورة في التلفزيون زي ما هم بالنسبة لنا صورة في نشرات الأخبار. المسؤولين في الدولة بياخدوا سلطات ومرتبات من الدولة، لكن علاجهم بره الدولة، تعليم عيالهم بره الدولة، وأجازاتهم بره الدولة. بيحكموا الدولة وحياتهم كلها في دول تانية. طيب ليه ما نعملش قانون بسيط وواضح؟ أي مسؤول في الدولة من كبير لصغير طول فترة مسؤوليته يعيش حياة الشعب، يسكن في شقق زي الناس، يركب المواصلات العامة، ياكل من أكلنا، ويشوف إحنا بنعيش إزاي، وبعد ما يخلص شغله وفترة مسؤوليته يرجع لحياته اللي كان عايشها. ولو مش قادر يعيش حياتنا يبقى يسيب الكرسي لواحد مننا. القصور والمكاتب والدواوين للشغل الرسمي بس، مش إنك تاكل وتشرب وتنام فيها. لو عاشوا حياتنا يوم واحد ساعتها كل قانون هيكون عادل وكل قرار هيكون من القلب، لأن اللي حاسس بيك عمره ما هيظلمك بقانون زي قانون الإيجارات الجديد المجحف. شيروا الفيديو ده لكل مسؤول في الدولة، لعل وعسى يحسوا بشعب الدولة.